اهلا بيكم وحلقه جديده والكره مع البول. حلقه جديده ومباراه النهارده مباراه كلاسيكو الارض ريال مدريد برشلونه. حلقه يعني من واحد مدريدي مش هقول غير انا اتخنقت من فكره برشلونه دي. برشلونه فكره والفكره لا تموت، يعني برشلونه لا يعني مش كده، يعني احنا تقريبا بندوس على كل فرق اوروبا، بنحط على كل فرق اوروبا. بنيجي عند برشلونه دي الفريق مش عارف ايه، يعني انا يعني مش عارف. يعني امبارح حضرت المباراة، تحضر المباراة بالكامل، ريال مدريد مسيطر عامل كل حاجة في الكورة، في الاخر برشلونة بتروح عليك بتحط هدف في نفسك. انت متخيل ريال مدريد ملك الحظ قصاد برشلونة بيحط هدف في نفسه وبيخسر المباراة. عموما لو لسه اول مرة بتتابعني اخبط اللايك والسبسكرايب وتعالى اقول لك انا ليه اتخنقت وايه الماتش وريال مدريد ليه فرصة في العودة، وازاي تشافي كسب برشلونة وتصريحات تشافي الاخيرة وتصريحات انشيلوتي بعد المباراة. نبدأ مباشرة في المباراة. يا جدعان اي حد بيشوف فريق برشلونه ده امبارح تحس ان الاصول ياخد اربعه، يعني مدريد يدي برشلونه ده 3-4 الماتش يخلص من السانتياغو، الماتش ما يستناش كمان. برشلونه اللي بيلعب من غير اهم ثلاث لعيبه فيه حرفيا، من غير ديمبلي، من غير ليفاندوفسكي، من غير بدري، ثلاث لعيبه وحديهم يشيلوا فرقه. ثلاث لعيبه انا بقول امبارح لو دول موجودين امال برشلونه كان هيعمل فينا ايه؟ ما هو كسبان باللعيبه اللي العطلانه، كسبان برافينيا وكيسيه وديونج، يعني ديونج مش عطلان بس كسبان بالبدله. يعني الونسو بيلعبه مدافع، انت متخيل؟ ففي يعني انا مش فاهم والله. امبارح تبص على المباراه، ريال مدريد بدأ المباراة أنا شايف إن هو بدأ كويس، دي من وجهة نظري. حتى الهدف اللي غلط فيه كامافينجا هو غلط في الهدف وكان يعني يعني مش عارف اقول ايه يعني. بس كامافينجا امبارح واحد وهو توني كروس تقريبا دول افضل اتنين لعيبه في الفريق، بس عشان الواحد يقول اللي ليه واللي عليه. انا مش هطلع اذبح في لعيب ولا اغلط في لعيب لمجرد ان هو الهدف كان منه، لكن هتكلم في المجمل. مباراة امبارح تحس كده ريال مدريد دخل مباراة ماسك كوره مسيطر على الكوره. كان في هجوم بس هجوم بلا معنى. يعني ايه هجوم بلا معنى؟ يعني انا كريال مدريد هسألك سؤالين، انت كشخص ريال مدريد وبتتابع ريال مدريد عن كسب، ريال مدريد راح امبارح على الماتش؟ احنا امبارح ما رحناش يمكن غير انا من وجهة نظري غير بكرة واحدة بس، اللي هي لعبها توني كروز لكارفاخال وخلاه وشه للجون انفراد. بس برضه كارفاخال ما هواش فيرود. امبارح هتقول لي مباراة، انا شايف ان ريال مدريد ما راحش ما شف... احنا على فكرة ما شفناش ولا شوطة في المباراة. ريال مدريد وثنائية فينيسيوس وبنزيما لما بيعطلوا ريال مدريد بيعطل بيقف. فالفيردي امبارح من أسوأ المباريات اللي حضرتها ليه. فالفيردي امبارح تايه ولا بيشوط ولا بيرفع ولا بيدافع، لان كده كده برشلونة ما بتهاجمش ولا بيهاجم يعني. في ايه؟ انا حضرت مباراة امبارح انا مش عارف العيب فين يعني. انا كانت وجهة نظري ان اللعيب الرئيسي كان يتمحور في ان الكرة كانت تتدور كتير ومش رايحة في اتجاه الجون. يعني امبارح ما تشوتوا يا جدعان، ما تشوتوا، انتوا مكسوفين مكسوفين تشوتوا على برشلونة. برشلونة ايه عامل سحر ما تشوتوش علينا يعني في ايه؟ امبارح مباراة غريبة كده، هتحس ان اصلا برشلونه ما جاش، الفريق كان بيدافع، ده مش انكسار لبرشلونه خالص على فكره. يعني امبارح تشافي لعب بالامكانيات المتاحه ليه، يعني هو اصلا فريقه كله اهم نجومه غايبين، هو لعب على الدفاع والهجمه المرتده. طبعا ما تعودناش نشوف برشلونه بالطريقه دي، حتى جماهير برشلونه ما تعودتش تشوف الطريقه دي، بس طالما الطريقه نفعت وكسبت كله بينسى، بالنسبه لنا النتيجه اهم حاجه. لكن ماذا ينقص ريال مدريد في مباراه امبارح؟ ايه اللي كان غايب؟ انا من وجهة نظري هتكلم عن ثلاث اسباب في ماتش امبارح. اولا ثنائيه بنزيما وفينيسيوس، فعلا الثنائيه دي لما بتعطل ريال مدريد بيبقى اوت اوف بوكسنج يعني. الثنائيه دي لما اشتغلت في ماتش ليفربول، فينيسيوس حط هدفين وبنزيما حط هدفين والريال كسب خمسه في ملعب الليفر، ما فرقتش ليه؟ لان الثنائيه دي كانت شغاله. لكن هي نقطتي اللي انا بتكلم عليه دلوقتي اللي حرق دمي من جوايا واللي معصباني. طب هل دلوقتي فينيسيوس كل ماتش يدخل عليه لعيب يوتره ويضايقه ويتوتر يطلع بره المباراه، ريال مدريد يفقد الكره الهجوميه على الناحيه الشمال، والناحيه الشمال بالذات الناحيه الشمال اللي فيها ناتشو اللي هو انا ما بحسش ان هو يعني هو مش باك شمال طبعا وكلنا عارفين ان هو مش باك شمال، بس ليه قتل الناحيه بناتشو؟ يعني ليه يا امبارح يا انشيلوتي كنت نزلت يا عم كامافينجا من البدايه، حطيت تشاومين؟ التبديل اللي انت عملته متاخر. دي نقطة. أنا ليه ألعب بناتشو؟ أنت احترمت برشلونة زيادة عن اللزوم في ملعبك، في ظل إن هو فريق فعلا ما عندوش كان لعيبة امبارح. الفريق بتاع برشلونة امبارح كان بيوصل نص الملعب عندي ناحية ناتشو دي بيسيب الكرة ويمشي، اللي هو إيه ده؟ أنا وصلت لحد هنا خد الكرة ويمشي. فامبارح أنا بالنسبة لي
يعني ماشي، النقطة الأولى ثنائية بنزيما وفينيسيوس وقفت. النقطة التانية فكرة إن مش كل ماتش فينيسيوس بقى يطلع من أول الماتش حد يعصبه ويضايقه. طب ما خلاص، ما بيجي سياسة الفرق. أنتوا عارفين الفرق حاليا في أسبانيا لما تيجي بتلعب بيقول لك إحنا هنلاعب ريال مدريد، إحنا نقفل على فينيسيوس وبعد كده نحكي في أي حوار. يعني نقفل على فينيسيوس ونشوف الحوار ماشي إزاي بعد كده. فانا مش معقول كل مباراه هيحصل فيها نفس الحوار. يعني فينيسيوس لازم يبقى مدرك انه هو بيحاول يعملوا فيه كده. فدي نقطه مفصليه بالنسبه لي. النقطه الثالثه اللي انا اتكلمت عليها هي نقطه فالفيردي. فالفيردي من امتع اللعيبه اللي ممكن تشوفها، لو خصوصا انت بتلاعب فالفيردي في المكان ده بس في فريق ما بيدافعش. لكن في فريق دافع، هي المشكله ان رودريجو كان مصاب فما بدأش المباراة من الأول. لكن بصراحة أنا حسيت امبارح إن كان ممكن ينزل اسينسيو رغم إن أنا يعني على المستوى الشخصي ما بحبوش قوي يعني. بس كان لا، كنا محتاجين حد يشوط، كنا محتاجين حد يروح، مع ان فالفيردي بيشوط. بس انا مش عارف ايه، يعني امبارح تحس الخطه تدوير الكرة كتير ما بين توني كروز ومودريتش، كتير كتير. ايوه انا حاسس ان انا مسيطر بس بلا فاعليه حقيقيه على المرمى. يعني ريال مدريد من امتى، يعني ريال مدريد يقول لك ايه ميزته الوحيده ان هو بيروح بخمس ست كور بيخلصهم. ريال مدريد امبارح ماسك الكوره بالكامل. اتشابي قال له عاوز الكوره، اتفضل يا فندم خد الكوره، احنا مش عايزين الكوره النهارده، احنا ما عندناش لعيبه تلعب كوره اصلا النهارده. دي النقاط. انا من يعني انا شايف ان المباراه كتوتال ريال مدريد ما لعبش ماتش وحش، بس هو ما لعبش ماتش ايجابي. يعني هو مسك الكوره ده كله، بس في الاخر وفي الاول وفي الاخر احنا بنحكم على المباريات من ايه، من النتائج، مش من والله مين مسك الكوره ومين ما مسكش الكوره. انا مخنوق بصراحه، مخنوق لان انا شايف ان مش عارفين نعمل ايه مع برشلونه، الفريق اللي احنا دايسين على اوروبا كلها ويجوا يدوسوا علينا يعني. وكمان ده خلي بالك برشلونه كسبانك 1-0، هو مش معاه لعيبه حرفيا. عارف برشلونه ده لو في عزه، يعني ريال مدريد ده في وقته ده بامكانيات ريال مدريد بالحاله النفسيه اللي فيها ريال مدريد، كسبان ليفربول، برشلونه خسران الماتش الاخير في الكاس، قرب نقطه معاه في الدوري، بالماتش والامكانيات والارقام والدنيا دي كلها. تشافي قالها قبل الماتش، قال ريال مدريد المرشحين. هو ما كانش على فكره تصريح تنويم، هي صدفت ان برشلونه كسب، لكن فعلا كان ريال مدريد المرشح الاقوى للمباراه. فانك تدخل ما تخلصش المباراه على ملعبك هي دي مشكله. بص، نقطة لازم أوضحها. طبعا مشكلة كبيرة انك ما تستغلش ملعبك، بس انا هقول حاجة يعني وتفتكرها لي في الفيديو دي. انا برضو عندي امل ان ريال مدريد يصعد. هتقول لي ليه؟ هقول لك اعتمادا على الارقام والنتائج. في اخر كام سنة ريال مدريد ما بيعرفش يلعب على ملعبه. يعني انا بالنسبة لي، يعني حتى في الدوري الاسباني كنا نيجي نخسر في ملعبنا في سانتياغو ونروح ملعبهم هناك نحط عليهم في الكامب نو. ومش عشان تقليلا ولا حاجه، بس انا شايف ان ريال مدريد بيلعب خارج ملعبه افضل. بحس ان الضغط الجماهيري بيجي على اللعيبه، يعني بحس ان وجود جماهير بتوتر اللعيبه اكتر. يعني امبارح فينيسيوس تحس ان جماهير ريال مدريد هي اللي وترته اكتر في المباراه. دي وجهة نظري. ما اعرفش تتفق ولا تختلف معايا، بس انا عشمان في ريمونتادا، يعني عشمان في ريمونتادا في اللقاء الاياب بتشكيله بفكر مختلف من انشيلوتي، خصوصا ان البرشا مش هيرجع يدافع بالطريقه دي. امبارح البرشا كان بيلعب، يعني بصوا ماتش كبير قوي من اراوخو امبارح. اراوخو امبارح يعني فعلا زي ما بيقولوا كده وبنقول في تعليقاتنا، لسه فينيسيوس في جيب اراوخو من ورا. اراوخو امبارح فينيسيوس ما عداش منه، مدافع تقيل لابعد الحدود. لكن البرشا امبارح كان بيلعب ستة ورا، ما كانش بيلعب ثلاثة. البرشا امبارح كان كله ورا. انا فعلا بقول لك اكتر من لقطه وانت ممكن تشوفها كواحد من الجماهير. البرشا كان بيروح لحد ناحيه اليمين بيدي الكره ريال مدريد وبيرجع تاني. سواء رافينيا كان تعب بدنيا او ما تعبش، لكن كتوتال خلي بالك ده في كرة شالها فاتي يعني شاتها كيسيه، شالها فاتي من على خط المرمى بتاع ريال مدريد، كان زمانها 2-0. 2-0 من غير ما يلعبوا، من غير ما يبقى عندهم لعيبه. بصوا كتوتال عام انا مش هطلع، انا ما بحبش السويط. يعني السويط بعد الماتش انا متضايق طبعا ان المباراه على ملعبنا وكان ممكن تخلص بنتيجه افضل، خصوصا مع برشلونه الفريق اللي انا اتعقدت يا راجل. يعني ميسي مشي وقلنا خلاص النحس اتفك حبتين ونروح نيجي عليهم، لكن مش كده مش الفريق اللي انا حتى دايس على وشه في الماتش، بس هو دايس على وشه في النتيجه. فيعني واقعيه تشافي تحزم يعني خوف انشيلوتي، يعني تراجع انشيلوتي، فكر انشيلوتي. مش هقول المتخاذل، هو امبارح ما كانش الريال وحش، خصوصا ان انا مش هطلع اقطع في فروه فريق خسران 1-0 ولسه في رومنتادا. بس انشيلوتي محتاج انه يبقى عنده جراءه اكتر من كده. كان ممكن يستغنى عن ناتشو من بدري ويبدا بكامافينجا. ريال مدريد لازم يشوف له حل بظاهرين ايمن وايسر، لان الموضوع كده زاد عن حده. يعني كارفاخال ما هواش كارفاخال ابدا، ولا ناتشو ولا مندي حتى البديل. يعني المشكله اللي عمال اقول ايه،
ريال مدريد ينصوا ظهير ايسر، لكن لما افتكر مندي اقول الحمد لله ان مندي كان غايب، اصلا كان هيموتنا اكتر. فريال مدريد محتاج ظهير. الفريق اللي كان عنده كارلوس واللي كان عنده مارسيلو ما ينفعش يكمل بالشكل ده، لان الناحيه دي فعلا فينيسيوس لو معاه باك شمال محترم، باك شمال تقيل، لا هتتفرج على نسخه تانية من فينيسيوس. الضغط كله على الواد، والواد لما بيتمسك الموضوع خلص. لو تفتكروا مارسيلو في ماتشات زي دي كان بيفك العقد. لينا عودة، لينا تحليل في لقاء العودة، لكن زي ما قلت لك أنا اتخنقت من فكرة إن برشلونة دايس علينا في كل الأوقات. لكن كتوتال مبروك لجماهير برشلونة، مبروك لواقعية تشافي، هارد لك المدريد، ما زال في فرصة أمامنا. ولو لسه أول مرة بتتابعنا ما تنساش تخبط اللايك والسبسكرايب وتقول لي رأيك كمان في الفيديو، ولو في أسباب تاني لخسارة ريال مدريد غير اللي أنا قلته عن المباراة.